دكتور، احنا مجمعين لحضرتك شوية أسئلة كنا عايزين نسألها لك. هل عملية المرارة بسيطة فعلا زي ما الناس فاكرة؟ بالتأكيد عملية المرارة من العمليات البسيطة والشائعة اللي بتتعمل يومياً في أماكن كتير جداً، لكن في بعض الحالات الصعبة والمعقدة اللي بتحتاج جراحين متخصصين، ده عشان نقلل من نسب حدوث المضاعفات التي قد تحدث ما بعد العملية. طب ايه هي أخطر حاجة ممكن تحصل؟ عملية إيصال المرارة ليها مضاعفات كتيرة، أخطرها هو التسريب المراري. والتسريب المراري معناه خروج العصارة الصفراوية خارج القناة المرارية أو قنوات الأمعاء داخل الغشاء البريتوني للبطن أو إلى خارج الجسم، وده بيؤدي إلى ظهور بعض الأعراض على المريض زي حدوث آلام بالبطن وإحساس بالقيء والغثيان وارتفاع درجة الحرارة. طب حضرتك يا دكتور تنصحني بإيه؟ النصيحة اللي هنصحها لك إنك تختاري جراح متخصص في جراحات المناظير والقنوات المرارية، وده عشان نتجنب حدوث المضاعفات الخطيرة اللي اتكلمنا عنها، لأن الجراح هو كلمة السر في نجاح العملية.